يا هلا بيكو، وقبل ما نبدأ خلونا نصلي على النبي. فيلمنا النهاردة الجزء الثاني من فيلم أوربان للنجم عمران هاشمي. وعلشان برضو تكونوا عارفين الجزء الأول قصته مختلفة عن الجزء ده، بس برضو لو حابين تفهموا الجزء الأول احنا ملخصينه وهسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق مثبت. وبدون ما أطول عليكم خلونا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع شيفان بانديت من بعد ما عليا حبيبته ماتت. شيفان بقى حس إن حياته ناقصة، وكأن جزء كبير منه مات معاها. كل ما يفتكرها يروح على طول المقابر ويقعد جنب قبرها، وكل سنة في عيد ميلادها كان لازم يجي لها ويحط لها الورد. شيفام حاول يسيب كل حاجة وراه، لكن ذكريات آليا ما سابتهوش. وفي يوم وهو قاعد جنب قبرها فجأة بيسمع صوت طفل بيعيط، فبيقوم بسرعة وبيمشي ناحية الصوت. وهنا بيلاقي طفلة صغيرة متسابة لوحدها وسط المقابر. أهلها كانوا سايبينها ومشيوا، فشيفام بياخدها معاه للملجأ. والغريب إن شيفام نفسه ما كانش ليه حد في الدنيا، وهو كمان اتربى في الملجأ، وعلشان كده قرر يسيب الطفل هناك لأن ده أمن مكان ليها. لكن من لحظة ما البنت دخلت الملجأ شيفان ما بقاش يعرف يبعد، بقى دايما حوالين المكان وكأنه متعلق بيها من غير ما يعترف لنفسه. والصدمة إن شيفان سمع آليا نفس اسم حبيبته اللي ماتت. ومع الوقت بدأ يحب آليا الصغيرة جدا، وهي كمان كانت بتعشقه، وحاسة إنه الشخص اللي أنقذها واداها فرصة تعيش. وبتعدي السنين بقى وآليا بتبقى عندها حوالي 5 سنين. بس رغم كل ده شيفان عمره ما كان بيتكلم معاها. آليا كانت نفسها تكلمه لأنها عارفة إن هو اللي لقاها وأنقذ حياتها. وفي يوم بقى بيجي الزوجين للملجأ وبيقولوا إحنا عايزين نتبنى آليا لأنها عجبانة. فطبعا آليا بترفض لأنها مش عاوزة تسيب شيفان، فبتروح تكلمه بقى. وهنا شيفان بيقول لها إن العيشة من غير عيلة صعبة، أنا عشت من غير عيلة وعارف الإحساس ده كويس، فأنا عاوزك تلاقي بيت وعيلة تحبك وتعيش أحسن مني. فآليا الصغيرة بتوافق على كلامه وبتمشي مع الناس اللي اتبنوها فعلا. لكن قبل ما تمشي بتبص له وبتقول له أرجوك لما عاوزك لازم تجيلي. فقال لها وعد، وقت ما تعوزيني هتلاقيني عندك. وهنا أول ما خرجت من الباب شيفان بيتكسر من جواه، حس إنها راحت بعيد عنه وحاول يرجع يعيش حياته بشكل طبيعي، لكنه بيفشل. كان قبل ما تمشي ملبسة تميمة نفس التميمة اللي آليا القديمة كانت مديها له. وبعد كده بقى شيفان بيقرر يسيب المكان ويمشي، لكن فجأة بيظهر قدامه ضابط من الانتربول واسمه سمر. وسمر ده كان يعرف شيفان من زمان جدا، يعرف هو كان بيشتغل مع مين، وعارف ازاي شيفان قدر يعيش رغم انه اتضرب ب6 رصاصات. وسمر جاي له علشان يطلب منه مساعدة في مهمة، لكن شيفان بيرد عليه ببرود وبيقول له شيفان اللي انت بتدور عليه ده مات من سنين، وآسف مش هقدر أساعدك. والمشكلة بقى إن سمر بيقول له خبر بيقلب حياته كلها. الزوجين اللي أخدوا آليا من الملجأ ما كانوش أهل بالتبني أصلا، دول كانوا جزء من عصابة إتجار بالأطفال، والعصابة دي كانت بتهرب الأطفال من الهند لبانكوك. وفي عملية حصلت الاتنين دول اتقتلوا، لكن التحقيقات كشفت إن آليا وصلت بالفعل لبانكوك ومعاها حوالي 40 أو 50 طفل اتاخدوا هناك بنفس الطريقة. فهنا شيفان ما بقاش قدامه أي اختيار، لازم يسافر لبانكوك فورا وينقذ آليا وكل الأطفال اللي وقعوا في إيد العصابة دي. فسمر بيديله كل المعلومات عن الناس اللي ماسكين الأطفال، وهو بيبدأ يعرفه على كل أفراد العصابة واحد واحد. وأول واحد بقى اسمه أميرات، وده زعيم العصابة، والشغل الأساسي للعصابة دي هي المخدرات. والشخص اللي اسمه أميرات ده هو اللي ماسك الإمبراطورية دي كلها. لكن ابنه اللي اسمه زروار دخل في تجارة أخطر وأبشع، وهي الإتجار بالأطفال. زروار هو اللي جاب أطفال كتير من الهند لبانكوك وبيحاول يبيعهم هناك. وزروار ده شخص خطير جدا، ما بيسمعش الكلام حد، وأسهل حاجة عنده إنه يقتل. وهنا احنا بنتعرف على جايديب، الإيد اليمين لأميرات والحارس الشخصي بتاعه. جايديب طول عمره بيحمي أميرات، وقدر إنه يوقف اغتيالات كتيرة جدا ليه قبل ما توصل له. وعند أميرات بقى كمان شخص مهمين، محمود علي خان، وده المسؤول عن الحسابات والفلوس، وجانكيز اللي ماسك جيش العصابة ورجالتها. الأربعة دول بقى ناس قاسية جدا وما عندهمش أي رحمة، لو عاوزين يموتوا حد ما بيفكروش حتى اللحظة. وبعد كده بنعرف إن الأميرات ابن تاني واسمه اسكندر، بس اسكندر بقى مختلف عنهم كلهم، عقله ما اتطورش بشكل طبيعي وبيتصرف زي الأطفال، وعلشان كده دايما خايف ومتوتر. وبنشوف كمان زارا، أخت زروار واسكندر الكبيرة. زارا جميلة وذكية وبتحب الموسيقى والعزف جدا. وفي الناحية التانية بقى في واحدة اسمها نفيسة، ودي بقى ست قوية ومن عيلة مافيا كبيرة وعندها عصابتها الخاصة، ونفسها بكل الطرق إنها تستولى على شغل أميرات وتاخد مكانه. وعلشان كده أميرات ونفيسة بينهم عداوة كبيرة، وحرب العصابات بينهم شغالة طول الوقت. أما زروار فطموحه أكبر من إنه يكون مجرد ابن الزعيم عصابة، هو عاوز يقعد مكان أبوه ويمسك كل الشغل بإيديه. بس السؤال هنا، هل أميرات هيسيب له الكرسي بالسهولة دي، ولا زروار هيحاول ياخده بالقوة؟ هو كان نفسه يمسك مكان أبوه ويدير كل حاجة بنفسه، بس طول ما أميرات عايش
ده ما كانش هيحصل أبدا. وفي يوم هنا بقى أميرات بيعرف المصيبة اللي ابنه عملها، إن زروار بيهرب أطفال من الهند وعاوز يبيعهم. فزروار بيفهم إن أبوه لو فضل عايش هيوقفه وهيبوظ له كل خطته. فبياخد هنا بقى القرار الأخطر، إنه يقتل أميرات بنفسه، وبعدها يرتب الموضوع كأنه حادثة. كأن كده أميرات وقع من على السلم ومات لوحده. فالناس كلها بتجري على المكان، والكل كان مصدوم، لأن أميرات كان كبيرهم ومهم جدا بالنسبة لهم. أما زروار فبيمثل الحزن قدام الكل، وكأنه الابن المظلوم. لكن في يوم جنازة أميرات فجأة شوية مسلحين بيهجموا عليهم وبيبدأوا يضربوا النار. فرجالة زروار بترد عليهم، والمكان هنا بقى بيتحول لساحة حرب. وسط الضرب ده كان لازم يهربوا اسكندر وزارة، والزروار بياخدهم وبيركبوا تاكسي علشان يطلعوا من المنطقة. وهنا المفاجأة، سواق التاكسي ما كانش حد عادي، ده كان شيفان بنفسه. والعصابة اللي هجمتهم بتفضل وراهم، ورصاص بيتضرب في كل حتة، وشيفان بيحاول ينقذهم بكل الطرق. الدنيا حرفيا كانت بايظة، وكان واضح انهم مش هيخرجوا منها بسهولة. لكن شيفان بيقدر يطلع بحركة ذكية، وبيقدر يضيع الناس اللي بتطاردهم. وبعد ما بينجو، زروار بينفجر في رجالته، زعق لهم وقال لهم يا أغبياء، الأمان بتاعنا كان مسؤوليتكم، والهجوم اللي حصل ده مش جاي بالصدفة، واضح جدا إن حد مخطط له. ومن كتر غضبه بقى بيقتل واحد من رجالته قدام الكل. وهنا احنا بنفهم إن زروار خلاص أخد مكان أبوه، وبقى هو اللي بياخد القرارات والكل في الكل. وشيفام هنا كان واقف ساكت، لحد ما فجأة قال لهم حاسبونا على التاكسي علشان أمشي. فجانكيز بيضرب رصاصة بيخوفه، وبيقول له باستهزاء كده إيه؟ عاوز الحساب؟ فشيفان بيتعصب في لحظة، وبيكسر الأزاز على دماغ شانكيز. فزروار لما بيشوف اللي حصل بيفهم إن شيفان مش شخص عادي، ده شخص جريء وما بيخافش. فبياخد القرار إنه لازم يضمه للعصابة، لكن الأول لازم يعرف التاريخ بتاعه بالظبط. فهنا زارا بتشكر شيفان على اللي عمله، لكن شكلها من البداية مش مرتاحة لوجوده وسط عالم أخوها. وبعد كده بقى بنشوف بطولة خناقات في الشارع، مصارعين كتير بيتخانقوا قدام الناس، وشيفان بيدخل المنافسة. في الأول خصمه بيضربه جامد، لكن فجأة شيفان بيلمح إن زارا وسط الجمهور، وساعتها كأن حاجة اتغيرت جواه، فبيقوم يهجم على الخصم بعنف شديد جدا وبينهيه. وبعدها زارا بتبعت له جواب مكتوب فيه ابعد عن العالم بتاعي وما تقربش مني. وفي الناحية التانية زروار ورجالته كانوا جمعوا كل المعلومات عن شيفان، وعرفوا إن اسمه شيفان بانديت، وإنه زمان كان بيشتغل عند واحد اسمه مالك، لكن دلوقتي هو مجرد سواق تاكسي. زروار كان عاوز يشتغل معاه، فبيبعت جايتي أبو محمود وبيدوله أول مهمة. بيسلموه عنوانه وبيقولوا له يروح يجيب واحد اسمه عمر. فشيفان بيوصل للمكان، لكنه بيكتشف إن ده وكر مخدرات والناس اللي فيه خطر. وبعد شوية بقى رجالة المكان بيهجموا عليه. وهنا بنعرف إن زروار كان عامل ده كله اختبار، هو بعته أصلا لوكر نفيسة، وده علشان يشوفوا فعلا ينفع يشتغل معاه ولا لأ. وفي الأول شيفان بيضربهم ضرب جامد، لكن عددهم كان كبير، وفي الآخر بيقدروا إنهم يمسكوه. وبعد شوية بقى نفيسة بتظهر. نفيسة كانت عارفة شيفان كويس، وعارفة هو جاي منين، وعلشان كده ما بتدوش فرصة وبتقول لرجالتها ما تضيعوش وقت وادفنوه وهو عايش. فرجالتها فعلا هنا بقى بيدفنوه تحت الأرض. لكن بعد وقت قصير والصدمة كانت إن شيفان بيطلع من تحت التراب بنفسه. وساعتها نفيسة كانت مشيت، لكن رجالتها كانوا لسه موجودين. وهنا شيفان بقى بيقدر يوريهم الوش التاني، بيهجم عليهم بعنف رهيب، ورغم إنهم كتير بيخلص على أغلبهم. وفي النهاية شيفان بياخد راس عمر وبيرميها قدام زروار ورجالته. فالكل بيتصدم وبيفهم إن شيفان مش بلطجي شارع ولا واحد عادي، ده شخصية خطر جدا. فزروار هنا بيقرر يضمه للفريق، ومن اللحظة دي بقى بياخده معاه في أي مكان، وبيكلفه بمهمة واضحة إنه يحمي زارا واسكندر ويخلي باله منهم. وفي حفلة واحد من الشباب بيحاول يقرب من زارا، وزروار بيشوفه فبيفقد أعصابه جدا، وقدام كل الناس بيهاجم الشاب وبيقتله بطريقة بشعة. فالكل بيخاف منه، لأنهم بيفهموا إن زروار مجنون فعلا، وممكن يموت أي حد على أصغر سبب. وفي نفس الحفلة بقى زروار بيقول لشيفان في خاين جوه العصابة، وأنا شاكك في 2 أو 3، وعاوزك تراقبهم وتعرف لي مين بيسرب الأخبار. طب وإيه الأخبار دي سعادتك؟ زروار ما بيرضاش يقول له، بس إحنا هنا بنعرف إنه داخل على صفقة مهمة، وهي صفقة الأطفال اللي ناوي يعملها مع شخص معين. وبعدها بيروح لزارا وهي قاعدة بتعزف الكمان، بيقف قدامها وبيرقص، وبعدين بيقول لها أنت لازم تبدأ تشتغلي معانا. فزارا بتقول له اشتغل معاك؟ مستحيل اشتغل شغلكم، أنا كل ما أكون بعيد عن شغلكم ده بالذات ده هيكون أحسن لي. كانت بترد عليه بكلام مش عاجبه، فما استحملش حد يعارضه، وفجأة مسك الكمانجة بتاعتها وكسرها ورماها قدامها. وشيفان كان شايف كل حاجة، وساعتها فهم إن زروار ده لا فارق مع أخ ولا أخت، وكل اللي يهمه بس السيطرة والخوف اللي بيزرعه في الناس. وتاني يوم شيفان بيروح لزارا علشان يوريها حاجة، بيطلع لها كمانجة جديدة كهدية. فزارا بتفرح بيها بشكل كبير،
وما بتعرفش تمسك نفسها فبتجري وبتحضنه. ومن هنا بقى الاتنين بيقربوا من بعض أكتر، وأغلب وقتهم بقى بيكون في الحب. وكمان شيفام كان بياخد باله من اسكندر، وده خلى زارا ترتاح له أكتر. وزارا بقى كانت ساعات بتفكر شيفام بآليا، مش آليا الكبيرة اللي ماتت، آليا الصغيرة اللي شيفام بيدور عليها وعاوز ينقذها. وفي ناحية تانية بقى سمر بيقابل شيفام، وبيقول له إن الليلة دي حد رايح يقابل نفيسة علشان يتكلم معاه في صفقة مهمة. فشيفام بيروح بالليل يراقب المكان، عاوز يعرف مين اللي دخل يقابل نفيسة. لكن المفاجأة إن الشخص ده ما كانش حد من رجالة العصابات، دي كانت زارا نفسها. وزارا كانت بتدي لنفيسة معلومات كتير، وبتسألها انت ليه عملت حرب العصابات وهجمت على زروار. انا ماليش دعوة بالهجوم اللي حصل عليكم، ولا انا اللي امرت باطلاق النار. وبتقول لها ان اللي دبر الموضوع ده هو شيفام علشان يقرب منكم ويدخل عالمكم. فزارا هنا بتتصدم وما بتكونش قادرة تصدق نفيسة. بتمشي من عندها وهي تايهة، لكن بتكتشف ان في حد بيراقبها، واللي كان ماشي وراها هو شيفام. فبيقول لها ان الزروار قال ان في خاين جوه العصابة، لكن ما كانش يعرف ان الخاينة دي هي زارا نفسها. فبتقول له انا كمان عرفت انك داخل العصابة ليه. وهنا شيفان بيقرر يقول لها الحقيقة كلها. آليا اللي كنت بحكي لك عنها مش حبيبتي القديمة بس، دي كمان طفلة صغيرة اتخطفت. وبيقول لها ان في حوالي 40 أو 50 طفلة زي آليا، ومستعد يعمل اي حاجة علشان ينقذهم، حتى لو اضطر يقتل اي حد يقف في طريقه. فزارا هي كمان بتعترف له بحقيقتها، هي عاوزة نفيسة تستولى على شغل العصابة كله، وده علشان تخرج هي وعيلتها من دوامة الدم والعنف ده. بس عندها شرط واحد، زروار ما يحصلوش حاجة. انا ولا عاوزة فلوس ولا سلطة، كل اللي نفسي فيه اني اعيش انا وعيلتي حياة هادية وبعيد عن القتل والعصابات. فشيفان بيوعدها ان زروار مش هيتأذي، وانه هيجمع كل عيلتها ويحقق لها الحياة الطبيعية اللي بتحلم بيها. وبعد كده شيفان بيروح لزروار وبيقول له انا عرفت من الخاين، الخاين هو محمود علي خان. فزروار بيواجه محمود بالأدلة، وبيقول له في فلوس كتيرة جدا دخلت لحسابك، ومعنى كده انك كنت بتلعب في حسابات العصابة وبتحول اغلب الفلوس لنفسك. وكمان بيتهموا ان نفيسة كانت بتدفع له فلوس علشان يخونهم ويسرب الاخبار. فمحمود بيعترف انه كان فعلا بيتلعب في الحسابات، لكنه بينكر انه خد فلوس من نفيسة. لكن بالنسبة لزروار ده كان كفاية جدا، وبيأمر جايديب على طول يقتله، لأن في العالم بتاعهم الخيانة ليها حكم واحد وهو الموت. جايديب نفسه ما كانش مقتنع ان محمود هو الخاين الحقيقي، وكان شاكك في الموضوع كله، لكن ما كانش يقدر يعارض زروار، فعلى طول بينفذ الأمر وبيقتل محمود. وبعد فترة بقى زارا بتروح لزروار وبتقول له أنا مستعد أشتغل معاك، بس توعدني وعد واحد، إن اسكندر أخونا ما يحصلوش أي حاجة. فالزروار بيوافق وبيقرر يحكي لها عن صفقة جديدة ومهمة جدا. وأول ما زارا بتعرف تفاصيل الصفقة على طول بتبلغ شيفام وبتقول له الأطفال محجوزين في مكان قريب من جزيرة، بس لازم نتأكد الأول إنهم لسه موجودين هناك. زارا كانت عاوزة تروح بنفسها وتتأكد، وشيفام كان على تواصل معاه طول الوقت. لكن فجأة زروار بيكتشف حاجة بتخليه يتجنن. رجالته بيقبضوا على سمر ضابط الانتربول، كانوا مبهدلينه من الضرب ورابطين ايده ورجليه وحتى بقه مقفول. فزروار بيوري لشيفام وبيقول له انت اللي هتموته بايديك. وشيفام بيقف محتار، لانه طبعا مش قادر يقتل ضابط بريء كان بيحاول يساعده. وبعد تفكير طويل بيوجه السلاح ناحية زروار بدل سمر، لكن قبل ما يعمل اي حاجة جايديب بيضرب شيفام في ايده. وهنا بتكتشف الحقيقة قدام الكل، الخاين الحقيقي في العصابة ما كانش محمود ولا زارا، الخاين كان شيفام نفسه. وبعد ما بيكتشف ان شيفام هو الخاين، رجالة زروار بيمسكوه وبيضربوا ضرب جامد. وزروار بيقول له انت مش هتموت بالسرعة دي على فكرة، الاول هتشوف ضابط الانتربول ده بيموت. وبالفعل بيقتلوا سمر قدام شيفام، وبيكملوا في تعذيب شيفام لحد ما بيبقى حالته صعبة جدا. وبعد شوية بقى شرطة بانكوك بتوصل وبتمسك شيفام. الشرطة كانت فاكرة ان هو اللي قتل ضابط الانتربول، لانهم كانوا فاكرين اللي هو الموت ضابط الانتربول. فبتبدأ بقى تضربه وبتحاول تجبره يعترف. وشيفام كان بيحاول يشرح لهم انه كان شغال مع سمر اصلا، لكن محدش كان سامع له. وبعدها بيجي له واحد اسمه سوديب، وده من رجال السمر، لكن الغريب انه بينكر انه يعرف شيفام وبيخليه لوحده في الورطة. وبعدين زروار بقى وزارا بيدخلوا عليه. زروار كان محضر له مفاجأة بشعة، وبيقول له تعرف زارا راحت الجزيرة اللي الأطفال موجودين فيها، وهناك شافت بنت لابسة تميمة كده في رقبتها، والتميمة دي هي نفس علامة آليا. لكن زارا بتقول له ان البنت اللي كانت لابسة التميمة دي للأسف ماتت. وهنا شيفان بينهار تماما، وزروار بيقعد يستفزه وبيقول له لو كنت عرفت من الأول إنك جاي علشان البنت دي كنت جبتها قدامك وقتلتها بإيديا. شيفان من شدة غضبه بيعضه، لكن زروار بيرد عليه باستفزاز وبيقول له خروجك من هنا أمر مستحيل، ويوم ما تخرج هتخرج كجثة مش على رجليك طبعا. فشيفان بيلبس التميمة تاني في رقبته، وبيقعد يفتكر في آليا، كأنه بيسمع صوتها بيقول له ما ينفعش تستسلم، لازم أن تطلع من هنا مهما حصل. وفي اليوم اللي بعده بقى شيفان بيبدأ خناقة مع ناس جوه السجن،
الناس كانوا كتير وبيضربوه بعنف شديد لحد ما حالته بتسوء جدا، فبيقرر انه ينقله المستشفى. بيطلبوا له الاسعاف وشيفان بيركب فيها، لكن في نص الطريق بقى العربيه بتلف ناحيه تانية. وهنا بنكتشف ان سوديب الايد اليمين لسمر موجود جوه الاسعاف. هو ما كانش بيخونه زي ما افتكر، هو كان عامل نفسه مش عارفه علشان يقدر يطلعه من السجن. وهنا بقى بيدي لشيفان اشاره انه يهرب، وشيفان بيفهم فورا وبينجح يطلع من العربيه. هو مطاردة عنيفة جدا بتحصل بينه وبين الشرطة لحد ما في المطاردة دي سوديب بيموت، لكن شيفان بيقدر انه يهرب عايش، ولوحده بقى بيكمل طريقه لإنقاذ آليا والأطفال. أما في الناحية التانية زروار كان بيجهز لصفقة بيع الأطفال. زارا واسكندر كانوا موجودين وكانوا مستنيين المشتري اللي اسمه مارتن، لكن فجأة نفيسة بتظهر ومعاه شيفام، ونفيسة بتقول له شيفام جاله طلب مساعدة وعداوتي معاك ليها وقتها، لكن دلوقتي انت لازم تتصرف مع شيفام بنفسك. وبعد ما بتسلموا ليهم بتسيبه وبتمشي. فجايديب بيقول لزروار الصفقة اللي احنا بنعملها أهم منه دلوقتي، خصوصا إن مارتن وصل، وسيب لي أنا موضوع شيفام. وهنا جايديب بيقرب منه بيقول له أنا عارف إنك بتحاول تفك إيديك، وبعدها بيكشف له الحقيقة. جايديب هو اللي جاب نفيسة للمكان، هو كان عارف كل الجرائم اللي بيعملها زروار، وعارف إن هو اللي قتل والده أميرات، وعارف كمان إن زروار ما ينفعش يتوثق فيه، وعلشان كده جايديب بيقرر يساعد شيفام في إنهم يخلصوا عليه. لكن جانكيس ورجالته بيهجموا علشان يقتلوا شيفام، ولوحده بيقدر انه يتعامل معاهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. خلص على شانجيز الاول، لكن للاسف جايديب بيموت وسط المعركه دي. وبعدها رجال الزروار كلها بتهجم على شيفام، لكنه بيفضل يقاتل فيهم واحد ورا التاني. وفي الاخر بقى بيدخل زعيم مارتن، وشيفام بيضربه باللانشر وبيقتله. واول ما مارتن بيعرف ان رئيسه مات بيلغي الصفقه فورا. والزروار لما بيسمع ان الصفقه ضاعت بيفقد عقله تماما وبيقتل مارتن هو كمان. ودلوقتي بقى شيفام وزروار وش الوش. زروار من كتر جنونه بيطلع طفل من ضمن 40 طفل وهو بيموته قدام شيفام، فشيفام بيتصدم لأنه مش قادر يستوعب إن في حد ممكن يعمل كده. لكن بما إن باب الحاوية اتفتح آليا بتخرج من جوه بتنادي على شيفام. وهنا بنعرف الحقيقة، كان في طفلة مريضة وسط الأطفال، فآليا لبستها التميمة بتاعتها، وعلشان كده زارا افتكرت إن البنت اللي ماتت هي آليا، لكن آليا كانت لسه عايشة. وزروار أول ما بيعرف إن دي آليا بيحط على طول المسدس عليها، وبعدين بيدي شيفام وزارا مسدسين وبيبدأ يلعب لعبته المريضة. بيقول لشيفام لو عاوز تنقذ الأطفال موت زارا الأول، وبيقول لزارا لو عاوزة تفضلي مع أخوكي موتي شيفام. الاتنين بيكونوا محاصرين ومش لاقيين أي مخرج، ولما بيقربوا يضربوا النار فجأة اسكندر بيضرب زروار من ورا في إيده، والمكان كله بيقلب فوضى، وبتبدأ المعركة الأخيرة بين شيفام وزروار. زروار بيحاول يقتل الكل، ولما زارا بتقف قدامه بيكون خلاص هيموتها، لكن شيفام بيتدخل في آخر لحظة وبيوقع عليه حاوية كبيرة وبيموته تحتها. وبكده شيفان بيقدر انه ينقذ آليا وكل الأطفال اللي معاها. وبعد ما الدنيا بتهدى بنشوف زارا وشيفان بيتقابلوا في حفلة موسيقية، وواضح جدا من نظراتهم ان بينهم مشاعر، لكن محدش فيهم قادر يقول اللي جواه. وشيفان بيقول لها انا لازم اسافر واختفي للأبد، وبيطلب منها تاخد بالها من اسكندر وآليا. والسبب ان لما شيفان راح لنفيسة يطلب مساعدتها هي وافقت بشرط انه يشتغل معاها، وشيفان قبل الشرط، وده معناه انه لازم ينفذ شغلها من دلوقتي. وفي النهاية نفيسة بتبعته في مهمة، والفيلم بيقفل على كده. ولحد هنا أتمنى الملخص والشرح يكون عجبكم، وانتظرونا في كل جديد. سلام.